أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. أهلا بيكم في قناة التاروت وأسراره. النهاردة معانا قراية حلوة قوي، فيديو حلو قوي. عايزين نعرف قراية منفصلين، عايزين نعرف طاقة الشريك في البعد وطاقة طاقتك انت كمان، والطاقة المشتركة بينكم اللي بتجمعكم. وعايزين برضو نحط سؤال كده معانا: هو بيحبك رغم البعد؟ يعني البعد اللي انتوا فيه دوت وكده، هو بيحبك؟ يعني بيحسس بيك كده، بيفكر فيك؟ نفهم الحتة دي كده، نفكرها شوية كده، نعرفها، نعرف عنها. لان ما ينفعش يبقى احنا كده كنا بنحب الشخص ده ومش فاهمين حياتنا معاه وبيحبنا نفهم برضو حبة كده. وطبعا قبل ما ابدا الفيديو بتاعي بشكر كل المتابعين الجمال اللي بيتابعوني وبيراسلوني. شكرا ليكم ورزقكم ودعمكم الجميل. شكرا لحبايبي اللي في السعوديه وفي عمان وفي الكويت والامارات ودبي. حبايبي ربنا يبارك فيكم، ومصر طبعا على راسي، وريف مصر وصعيد مصر، الناس الحلوه قوي دي اللي بتكلمني وبتتابعني. شكرا ليكم وكلامكم الحلو. نبدأ الفيديو. معانا قرايتين، القراية الأولى والقراية التانية بالحجر والحروف. طبعا معانا حروف اسم الشريك النهاردة، معانا بالحجر الجميل ده البني كده معرق برضو، تهبيات حلوة قوي، طاقته حلوة قوي. ومعانا حروف اسم الشريك. يلا بينا: ألف ت خ ص ك ش ف ي ه ر ط ميم زال عين. دي حروف اسم الشريك اللي داخل تسمع عنه. القراءة التانية بالحجر الجميل ده الجامع برضو ده، اسمر كده، في حتت بتبقى فاتحه كده بنيات. س ج واو نون قاف زين سين ظ ضاد ب غ لام د ح. دي حروف اسم الشريك المجموعه الثانيه، وطبعا انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. يلا بينا عشان وقت الفيديو، بس نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرف الطاقه المشتركه بينك وبين الشريك في الوقت الحالي. لا سوري، انا اسفه، طاقته هو الاول. بسم الله. دي طاقته في الوقت الحالي. آه، هايبك قوي، هايبك قوي، قلقان منك، بيفكر فيك وقلقان منك. بص يلا بينا نبدأ قرايتنا. حنينه ليك حلو قوي، بيفكر فيك كتير. في الوقت الحالي بيقول لك انت بص الحلو بتاعي اللي انا مش عارف ابعد عنه ولا قادر استغنى عنه. بيوصفك كمان في الوقت الحالي بتفكيره وفي طاقته ان انت ملكة، ان انت جميلة، حد طيب قوي، حد محترم قوي. انت ما تعدديش حدودك معاه، يعني حتى لما انتهت العلاقة انتهت بكل احترام، يعني ما عملتيش حاجة، ما اسأتلوش في اي حاجة. بيقول تاني برضو في طاقته: انت حد طيب وجميل، انا لفيت الدنيا شرق وغرب مش لاقي حد زيك. يعني ما يمكن اللي مخليه زعلان وندمان ان هو ما لقاش حد زيك. على فكرة دي خلاصة، قسما بالله خلاصة الحتة القراية في الوقت اللي معايا طاقته. بيقول لي انا ندمان ومتهان وميت ومش عارف اعيش وزعلان وحزين خدي كل المعاني اللي انت عايزه تقوليها. ليه؟ لاني ما لقيتش حد زيك في طيبتك وجمالك، والكارت عاد نفسه. لاني ما لقيتش حد زيك في طيبتك وجمالك، في حنيتك، في انت امي، انت صاحبتي. هو بيشبهك انك امه، واني صاحبته، ان انت كل حاجه بالنسبه له. طبعا كارت تاني هيعيد لنا المعنى بشكل تاني: انك وحشاه جدا، اسلوبك وحشه، طريقتك وحشاه، كلامك اللي كنتي على طول معظماه ومفخماه وبتكلمك كل احترام وبحب، كل ده وحشه. كل دوت هو تعبان في الوقت الحالي، نفسه يرجع يتواصل معاكي وخايف منك، هو عايز يكلمك بس خايف منك، هايبك، حاسس ان انت مش هتفوتي له اللي حصل ده. نفسه برضو في الوقت الحالي في طاقته ان عجله الحب ترجع بينكم تاني، ويبقى فيه الدنيا تبدا تاني. بعد ايه؟ بعد ما كنتوا في حاله من الموت وعايزين تطلعوا للحياه، انتوا الاتنين ميتين، او هو خلينا في طاقته الحاليه لحد ما نوصل لطاقتك. طاقته شخص ميت، فبيقول لك انا نفسي اعيش تاني وخليني ارجع للنور. يعني بيقول لك انا تعبان من غيرك، انا مش عارف اعيش من غيرك. فرفقا بيه يعني، بس ماشي، هو اللي عمل في نفسه كده. تعالوا نشوف برضو طاقتك انت كمان. انا حابه احط الكروت كده على بعض المره دي، مش عارفه ليه يعني جاي لي كده ليه، بس ما علينا يعني. طاقتك على يمكن حساها انا وانا بتكلم ان هيبقى الطاقات واصله ببعض اكتر. ممكن تكون واصله لي كده في الوقت الحالي، مش وحش تمام يعني، حاجه مش وحشه، لذيذه تربط الاحداث ببعض. يلا ما علينا. طاقتك انت شايله هم العلاقه اللي انتهت بغباء.
انت شايله هم العلاقه اللي انتهت كده واتدمرت، انت شايله ضغط، شايله هم، تفكير كتير، تعبانه نفسيا، شايله، يعني انت على كتافك حاجه شايلاها تقيله جدا. ممكن تكونوا برضو كنتوا ازواج وانت اللي شايله المسؤوليه في الوقت الحالي، او هو حب يرمي عليكي الضغط الاساسي، وانت فعلا شايله ضغط كبير جدا، بتفكري فيه ليل ونهار، انت مش عارفه تنسيه، انت بتفكري فيه كتير، انت دماغك تعبتك من كتر، بصي الدماغ فرقعت والطاقيه اتقطعت من كتر التفكير، ده كارت التفكير، بتفكري فيه قوي، مخبيه على مشاعرك، مش عايزه تتكلمي معاه ومش عايزه تبوحي له، بس انت لسه بتحبيه. بتتوازني طبعا، بتختاري بين عرضين او بتتوازني، بتحاولي تمسكي، عارفه اللي انت ايه، انا مش هقول لا ومش هقول اه، يعني انت في الوقت الحالي واقعه تحت الحته دي. فبس تعبانه نفسيا، انت تعبانه جدا بعد انا ما كنت بصون وكنت بحب وكنت بهتم والحاجات دي كلها. ليه اتحط في الحته دي؟ دي طاقتك انت في الوقت الحالي، زعلانه منه جدا، زعلانه منه قوي، وبتقولي له ان انت كنت بتاع مشاكل، انت بتقولي له كده، دي طاقتك، ده تفكيرك انت، انا بتكلم في عقلك، انا واخده عقلك وبتكلم بناء عليه. بتقولي له ان انت كنت صاحب مشاكل، انا سبت لك الدنيا ومشيت، انا سبتها لك خليها تخرب بقى، انا حاولت معاك كتير، لما تعبت منك سبت لك السيوف ومشيت واعطيتك ظهري من كتر ما انا تعبت. انتي بتقولي له انا قاعده في مكاني عايزني تعللي، برغم ان انتي لسه متعلقه في حبه ولسه متعلقه. انتي بصي هنا كارت التعلق، وبصي كمان كارت التفكير والتعلق برضو، يعني انتي لسه ما زلتي بتفكري فيه ومتعلقه بيه، بس برضو كاتمه على مشاعرك ووحيده، حاسه بالعزله، انت عايشه فعلا في عزله، عايشه في ضلمه، بالرغم ان ممكن يكون يومك عادي بيعدي عادي، بس انت عايشه في ضلمه، مكسوره، عارفه اللي انت الحزينه، انا شخص حزين، انا شخص حزين، ليه انت يعني ضعت كده؟ ليه شيلت لي الهم؟ ليه مخليني عايشه شايله الهم؟ ليه؟ بالرغم ان انا بحبك وبفكر فيك ليل ونهار، ده انت طاقتك جباره قوي على فكره. يلا بينا نعرف الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين. الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين، اما اجمع برضو كده اكتر. بصي، انتوا الاثنين بتعترفوا لبعض وبتقولوا لبعض احنا الاتنين مشينا وسيبنا العلاقه، تمام، بدليل اللي انت هنا سبتيه ومشيتي وهو وقف مستسلم، ما جرش وراكي ودور عليكي، تمام. هنرجع هنا في الطاقه المشتركه، انتوا الاتنين مشيتوا وسبتوا العلاقه. بصوا الكروت، بصوا الكروت، كارت الرحيل، بصي هنا انت مشيتي وسبت العلاقه وهو كمان مشي وساب العلاقه، يعني انتوا الاتنين ضحيتوا بالعلاقه، مشيتوا انتوا الاثنين، طاقتكم المشتركه دي بتفكروا فيها، ما انا مشيت وهي مشيت، وبتلوموا بعض كمان، يعني انتوا الاثنين طاقتكم، انتوا الاثنين كل واحد فيكم عايز الحق من التاني، طاقتكم انتوا الاثنين كل واحد فيكم عايز التاني هو اللي يتواصل معاه في الوقت اللي احنا فيه. طاقتكم انتوا الاثنين بتفكروا بعض وشغوفين على بعض قوي، بتحنوا لبعض بطريقه رهيبه، بطريقه مميته، انتوا الاثنين نفسكم ان الدنيا تصلح وترجعوا تاني، لو في انفصال ناس مطلقين او حاجه نفسكم ترجعوا لبعض تاني، يعني ده كارت واضح صريح، نفسكم في ان الاسره ترجع كده تتجمع تاني. بتقولي له انا قاعده مكاني وهو كمان بيقول لك انا قاعد مكاني، يعني انتوا الاثنين بتقولوا له انا قاعده مكاني وهو بيقول لك انا، بس الحب موجود. بصوا الحب، بصوا كاس الحب، بص صولجان الحب، يعني انتوا ايه صولجان الحب، يعني احنا موجودين، يعني الحب موجود بينا، بس انا مش هاخد خطوه وانا مش هاخد خطوه، تمام. هنا برضو انتوا الاتنين نفسكوا في تقديم هديه لبعض، نفسكوا في حاجه تفرحكم، يعني هو عايز منك حاجه تفرح قلبه وانت كمان عايزه منه حاجه تفرح قلبك، دي الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاتنين. ف يعني يا ريت ان الدنيا تهدى اكتر من كده، لان انتوا الاتنين بتحبوا بعض، طب ايه لازمه العند؟ يلا بينا ماشي. برج الميزان طلع لي، برج الدلو، برج القوس، برج الدلو تاني. يلا بينا هنا كده، عايزه برضه احط سؤال، آه هو يعني لسه بيفكر برضو، بيحن لك برضو، انا عايزه برضك ادخل السؤال دوت، برغم البعد لسه بيحن لك، لسه بيفكر فيك، لسه عايز يرجع يتواصل معاك تاني برغم البعد اللي بينكم. خليني يعني اجمع كل ده كده
اقوله. طبعا احنا قلنا طاقه الندم موجوده قوي. نفسه يرجع البيت تاني اللي هو اتطرد منه واتكرش منه وسابه، او هو بقى خرج منه بارادته، او هو كرش، ايا كان، هي مش هتفرق معانا. ان هو نفسه يرجع معاك تاني لانه بيحن لك جدا. بيقول لنا انا كنت غلطان لان انا كنت اهوج، ما كنتش بحسب الامور بالعقل. على فكره وانت كمان يعني ما كنتوش بتحسبوا الامور بالعقل. في طاقه حزن بينكم مخيمه، قلبه مكسور، نفسه يرجع يتواصل معاك تاني، مش عارف ينساك. بيحبك رغم البعد، بيحبك رغم البعد لانه نفسه معاك في دنيا جديده وبدايه جديده وشمس جديد ونهار جديد. بيحبك رغم البعد ليه؟ عشان ست طيبه. هو بيعترف لنا انت ست طيبه جدا جدا جدا، يعني بيقول لك انت ست ما ينفعش تتسابي. بيحن لك في رغم البعد ليه؟ عشان كلامك جميل. انت كنت بتقولي له كلام، يا بتمدحيه، بتدي له طاقه قويه. بيفكر فيكي في رغم البعد ليه؟ لان العلاقه ديت ما ينفعش تتساب. العلاقه دي احنا اشتغلنا عليها وكوناها واسسناها، وعلاقه جميله ما ينفعش تبقى خلاص يلا كده مع السلامه. بيفكر فيكي رغم البعد ونفسه يجيلك يا بطه يا مزتي يا اللي بتسمعيني، عايز يرجع لك بسرعه ويفرح قلبك، وبيفكر فيكي طبعا. كروتكم جميله والله اكبر، بس طاقه العند شويه يعني نوعا ما موجوده برضو، لكن طاقه الحب بتطغى على القراءه بطريقه جميله. طبعا معايا برج العذراء، برج الجدج. يعني ابراج بسم الله ما شاء الله، يعني تقريبا ال- القوس، الميزان طلع لي برضو، برج الدلو، آه، طلع لي كمان برج الجدج تاني. فطاقتكم جميلة جدا جدا، ومش عايزين بقى نكبرها بقى. لو في إمكانية اللي احنا نرجع ونتواصل تاني مع بعض يا ريت. واللي حابب قراية خاصة، طبعا دي قرايات عامة مش قراية خاصة. القرايات العامة ممكن تصادف مع ناس وناس لأ، ممكن تتطابق مع ناس وناس لأ. سين من الناس أنا فلانة طبقت معايا، صاد من الناس ما طبقتش معاها. دي حاجة عادية لأن دي قرايات عامة يا جماعة. طاقتكم كتير، ناس كتير بتسمعني، فطاقات ناس بتشبك معايا. لما انا ببقى قاعده كده وبطلع طاقتي انا شخصيا، مدام ملك بطلعها كويس ليكي، فطاقه الشخص اللي متناسبه معايا بتشبك معايا. في ناس طاقتها لا ما بتشبكش، فطبيعي ممكن تبقى القراءه مش بتاعتك. لكن لو حابه تعرفي كل التفاصيل عنه، موجود طبعا قرايات خاصه. واللي حابب يتواصل معايا من داخل مصر على 015 5466 0065، ومن خارج مصر على 002015546600065. واتمنى يعني ان تكون القرايه عجبتكم. وطبعا لو عجبتكم بقى ما تنسونيش كده كومنت حلو كده، ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ويوصل لك الاشعارات بتاعتنا. ويلا بينا نخش على القرايه التانيه اللي اختاروا الحجر الجميل ده والحروف حروف الشريك. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نشوف طاقته في البعد عامله ازاي. هنيجي هنا كده عشان بس الفيديو يطلع. طاقته في البعد دي طاقته، احنا عايزين نعرف طاقته هنا. حلنجي قوي، صعب قوي، صعب. انت شخص صعب، معوج، مغرور. يا دي الليله دي طاقته، دي طاقته يا ستي اللي داخله تسمعي عنه بالحجر ده والحروف دي التانية. بصي حبيبه قلبي بقى، احنا مش هننكر ان هو برضو متحسر وان هو بيراقبك وبيبص عليكي، بس تعالي بقى اختصر لك طاقته. شخصيه متعبه، شخصية متعبة. بيجي يضايقك ويمشي، يجي يومين ثلاثة ويمشي. متهرب، بيختفي كتير، مش موجود معاكي على طول. قولي كل ما انت عايزة تقوليه. من ناحية ان هو راجل عينه زايغة شوية. ممكن تكوني ما تعرفيش عنه، طبعا دي طاقات عامة. ممكن تقولي لي لا، اقول لك دي طاقات عامة. بس هو بيعترف لنا ان انت الحب بتاعه اللي ما يقدرش يستغنى عنه. انت اجمل ست، وطبعا انتوا فاهمين الكروت دي. انت اجمل ست بالنسبه له، هو شايفك ست حلوه قوي، بس هو متعب. انا بحبك بس متعب، وصاحبك على عيبه. انا بحبك بس شخصيه معوجه كمان. انا شخصيه متكبره، انا شخصيه يعني ما انت عايزاني، انت انا شخصي حلو جميل.
انت عايزاني خليكي، يعني هو بيقول لك كده، دي طاقته على فكره. بيقول لك انا حلو وشايف نفسي ومغرور وعند موقفي، بالرغم ان هو بيجي له تكات تانية بيتحسر على العلاقه ويقف يبص عليها ويقعد يراقبك كتير. هو بيراقبك كتير على فكره وبيحن لك اكتر، بيحن لك اكتر. احنا ما بننكرش ان كروت الحب موجوده، بس طلع لي كام كارت كده الشخص ده متعب شويه. خليني برضو صريحه، انا بقول لك على ده وعلى ده، بس بيفكر فيك كتير على فكره، بتجيله في تفكير كتير وبيحن لك كتير. حطي تحتها مليون خط، بيحن لك. زائد ذكرياتك معاه مقتلاه، ذكرياتك معاه موتاه، يعني بيفكر فيكي باستمرار. تمام. عايز برضو الدنيا تهدى، هو بيقول لنا عايز الدنيا تهدى ونفسي ان الميه اللي كانت متعكره دي ترجع ميه صافيه، يعني عايز الامور تبقى احسن من الاول. بيقول لنا انا عايزه اجيلك، بصي الكارتين، عايزه اجيلك اقدم لك كاس حب واقدم لك حاجه تفرح قلبك. احنا مش بنقول لك لا تعالى، بس هو هايب، هايب وخايف، لان هو عارف ان هو كان مبوظ الدنيا ومدمر الدنيا. ليه؟ لان انا تعبتك نفسيا كتير، كنت اجي وامشي اجي وامشي. العلاقه عارفين ان انتوا عاملين زي العلاقه اللي هي الاون اوف دي، هي نفس المعنى. دي طاقته، هو شخص متعب، شخص حلنجي، شخص بمليون كلمه، شخص بمليون وعد ما بيوفيش. يا فرحتي بيك، بس واقف تتفرج عليا، واقف تبص لذكرياتي معاك. طب ما تعمل خطوه ايجابيه تفرحني. هو هيعمل وكل حاجه، بس عارفه اللي هو ايه، متعب برضه. يعني هو شخص متعب، عشان اقول تبقى صريحه معاكي. دي طاقتك انت اللي انا بحطها في الوقت الحالي في العلاقه اللي انت داخله تسمعي عشانها. انت شخصيه ميته من جواكي، شخصيه تعبانه من جواكي. بتشتغلي على نفسك قوي، بتحاولي تتوازني. بصي انت شخصيه تعبانه، شخصيه تعبانه بمعنى الكلمه، تعبانه نفسيا. متي من جواكي، مفيش فرحه، ما عندك كسل، ما عندكيش طاقه حلوه كده، مطفيه. انت مطفيه من جواكي، بتحاولي تشتغلي على نفسك وعايزه تشتغلي على نفسك، وفعلا بتحاولي كمان ان العلاقه تتصلح. يعني انت عايزه ان العلاقه تتصلح، وبصي بتحاولي تتوازني، بتحاولي تعتدلي في حياتك، بتحاولي تخلي يومك يمشي. انت شخصيه عايزه يومي يمشي، انا عايزه اشتغل على نفسي وبشتغل. انت كمان ممكن تكوني من الستات اللي بتشتغل، بدل ما انا ميته، بدل ما انا ميته كده اقوم اشتغل، اقوم اعمل حاجه. يعني دي طاقتك، انت بتكلمي نفسك. انا ماسكه دماغك برضو، محقره دماغك، نفسك في حق منه، انت حقك رايح عنده، نفسك في حق معاه، نفسك تاخدي معاه حق وباطل. نفسك برضو في مناسبه تجمعكم انتوا الاثنين، عايزه فعلا بالفعل مناسبه، وفعلا ربنا يجمعكم بمناسبه كده تفرح قلوبكم. نفسك منه في حاجه تفرحك. يعني انت في الوقت الحالي انت موتني وتعبتي لي اعصابي، انا نفسي في حاجه تفرحني معاك، يعني الدنيا ما تمشيش كده. بتقولي له برضه انا حد طيب قوي، انا حد طيب قوي، واتحملت كتير، انا حد طيب وقاعده في مكاني ومعتزه بنفسي ومعتزه بكرامتي. دي طاقتك، انت بتقولي له انا مش هجي لك، انا مش هخطي خطوه، انت عايزني تعالى. بتقولي له برضو، او طاقتك حتى لو ما بتقولوش، بس طاقتك موجوده في الوقت الحالي. فرحه مش كامله، فرحتك مش كامله، مش عارفه تفرحي، مش عارفه تتبسطي، مش عارفه تعيشي كويس. عشان كده بتحاولي تتوازني، عشان كده بتحاولي تشتغلي على نفسك وبتحاولي تضيعي وقتك. ونفسك ان العلاقه تتصلح، ده يعني كارت شامل كل ده. وعشان كده انت ميته من جواكي، لان الطاقه، لان النص الحلو بتاعك مش موجود، حياتك الاساسيه مش كامله، يعني فيها حته كده ناقصه مش كامله. طب تعالوا نشوف الطاقه المشتركه بينكم انتوا الاثنين ايه هي. انتوا الاثنين تعبانين برضو نفسيا وبتراقبوا بعض على فكره، في طاقه مراقبه بينكم انتوا الاثنين لبعض، بتبصوا على بعض كتير، لسه متأيدين في العلاقه مع بعضكم. الطاقه المشتركه بينكم حزانه جدا، انتوا الاثنين عندكم طاقه حزن، طاقه ندم، طاقه قهره، طاقه تعب نفسي. انتوا الاثنين لسه نفسكم تقفوا على رجلكم انتوا، يعني على رجلنا الاثنين، بدل ما انا واقف على رجل واحده كده وبحاول اتوازن وبحاول اضحك على نفسي، لا انا نفسي ابقى واقفه بقى في ارض ثابته. دي طاقتكم المشتركه. طاقتكم المشتركه هنا برضو، انتوا الاثنين نفسكم تقربوا لبعض، بس متكتفين، مفيش فيكم حد لسه نفسه يخطي للتاني. مع ان ممكن تتحركوا من رجلكم مش متكتفه، انتوا ايديكم بس انتوا اللي مكتفين نفسكم، مش عايزين تبصوا على بعض. بالرغم الحب اللي بينكم، بالرغم ان كاسات الحب كلها موجوده، وبالرغم ان انتوا هنا بتتمنوا الرجوع وبتتمنوا ان يبقى في صلح بينكم، ده كارت الصلح برضو. بس انتوا الاثنين، دي طاقه مشتركه، انتوا الاثنين كمان ما بتناموش، انتوا الاثنين حاسين ان المشكله اللي موجودين فيها في الوقت الحالي ملهاش حل، حاسين يعني ان اللي احنا فيه ده مش هيتحل.
الطاقه المشتركه بينكم برضو انتوا الاثنين بتراقبوا بعض، بتبصوا على بعض قوي، يعني عارفين بعض، بس انتوا الاثنين نفسكم ترجعوا تتكلموا تاني مع بعض وتقفلوا المقص المفتوح اللي عامل لكم مشاكل ده. نفسكم ان المشاكل دي تهدى، ما تبقاش بقى خلاص بقى كفايانا بقى كده. طب يا هو بقى يعني عايزين نعرف برضو كده في الطاقه اللي احنا فيها دي برضو كده، في وقت الخلاف، في وقت البعد دوت، برضو بيحبك؟ يعني بالرغم ان انتوا بعيد عن بعض بس في حب؟ يعني عايزين نعرف برضو، احنا بعيد بس في حب يعني بينا ولا ايه الدنيا؟ بصي، يعني كروت الحب بتتكلم عن نفسها. لما هو نفسه يرجع ويبقى فيه لمة أسرة أو شمل تاني، شمل بيت، ونفسه يرجع يعمل بيت، ده كارت البيت، ونفسه يرجع تاني للبيت ونفسه كده، يبقى هو بيحبك ولا لأ؟ لما هو هنا نفسه يتكلم معاك ويتواصل معاك مكالمة تليفون، ونفسه يريح بالك وبيقول لك انا خلاص كبرت، عقلت، نضجت، بقيت حد حكيم احسن من الاول، انا بقيت قاعد محترم نفسي بحبك لان انت ما ينفعش تسابي. نفسي ارجع لكروت التواصل وكروت المكالمات، نفسي ارجع اتكلم معاكي وبسرعه. ببص عليكي وهريكي راقب لان انت العالم بالنسبه لي، انا ماسك الكره الارضيه لان انت العالم بتاعي. بقول لك انا براقبك بس مستني عندي وقت مناسب. وهنا برضو كان في طاقتك ان فيها عدم تحرك، لا انت بتتحركي ولا هو بيتحرك، فمعنى كده ان في وقت مناسب هيبقى بينكم انتوا الاثنين. ليه بيراقبك وبيحبك؟ ليه لسه؟ لان انت بالنسبه له ست طيبه جدا، انت سملكه بالنسبه له، انت جميله، بيقول لك انت حنينه جدا وست ما بتحبيش وجع الدماغ، وانا بتاسف ان كان في وجع دماغ. فالقراءه جميله جدا وفرحتني، وربنا يفرح قلوبكم. واللي حابب قرايات خاصه يتواصل معايا على 015 من داخل مصر 015 5 4660065، ومن خارج مصر 0020155 4660065. طبعا دي قرايات عامه مش قرايات خاصه، يعني ممكن تنفع شخص وشخص لا، تنفع حد وحد لا، بقولها اهوت. فاللي حابب برضو قرايه خاصه يتواصل معايا، واحنا هنعكر طاقته اكتر من كده ونشوف هو ايه حياته كلها ماشيه ازاي. اشوفكم على خير.